هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة، قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركي لقي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركي لقي. موبايل 093 59 85 121. مساء الخير مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. للتفاعل مع موضوع الحلقة يمكنكم الاتصال على الرقم الأرضي 429 101 ورقم الواتساب 0938 2808 14، وكمان على صفحة الفيسبوك بويار عربي. في أوقات الأزمات والنزاع يتأثر معظم المجتمع بالعنف، إلا أن النساء والفتيات على وجه الخصوص هن أكثر عرضة لخطر العنف، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بسبب غياب الحماية الاجتماعية والافتقار إلى الوصول الآمن إلى الخدمات. أصبحت عبارة النوع الاجتماعي مرتبطة بالنسبة لبعضهم بقضايا المرأة وبرامج المرأة والمساواة بين الجنسين، فيما أصبحت سلبية لدى بعضهم الآخر وتحمل معنى الكراهية للرجال أو أبعادهم. والنوع الاجتماعي يشير في الواقع إلى كل من الذكور والإناث، فلا بد من إشراك الرجال والفتيان لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فما هو العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنواعه ودور الرجال والفتيان في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في الاستوديو: سيبان الأحمد، مساعد إداري في منظمة دوز، وعبر الهاتف نورة الحمود، مديرة مشروع لمبادرات زواج القاصرات. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في إذاعة بوير. مساء الخير أنسي سلام، وشكرا كثير لإذاعة بوير على الاستضافة. شكرا. نبدأ من عندك أنسي نورة، لو تعرفي لنا وللمستمعين ما هو مصطلح العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ بالأول مساء الخير أنت سلام، وشكرا لك على هالاستضافة الحلوة. بدي بلش سؤالك إنه ما هو العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ نعم. السؤال راح أخذه شقين. الشق الأول راح أعرف المستمعين على العنف وشو هو يعني النوع الاجتماعي. بالنسبة للعنف، العنف هو مصطلح شامل لأي فعل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص. نعم. وبالنسبة للنوع الاجتماعي هو اللي يستند إلى الاختلافات المنسوبة اجتماعيا، أي جنس يعني بين الذكر والأنثى، ويشمل الأفعال اللي تلحق الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية، مثل عندنا التهديدات والإكراه وغيرها من أشكال الحرمان من الحرية. نعم، هاي بالنسبة لمصطلح وهاي
تماما. وهاي الأفعال ممكن تصير بالأماكن العامة نشوفها، أو بالأماكن الخاصة مثل داخل الأسرة الواحدة. نعم، هاي بالنسبة لمصطلح العنف القائم على النوع الاجتماعي. شو هي أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ أنواعه أو أشكاله؟ العنف القائم على النوع الاجتماعي له 4 أنواع. أول شيء عندنا الإيذاء الجسدي، وهو يعني مثلا الضرب، الحرق، التشويه، كل الشغلات يلي بتؤدي إلى ضرر جسدي. نعم. أما عندنا الإيذاء الجنسي، وهو النوع الثاني، وهو يشمل التحرش ممكن، وكمان في عندنا الاغتصاب. هاي كلها اعتداء جنسي. أما عندنا الإيذاء العاطفي، وهو النوع الثالث، بيشمل كمان مثل ما بيقولوا توبيخ، الإكراه على فعل شيء، أي المسبة، أي أغلاط تصير عبر الكلام. وكمان عندنا النوع الرابع وهو الإيذاء الاقتصادي. والإيذاء الاقتصادي هو أول شيء عندنا الحرمان من العمل. هذا يعتبر إيذاء اقتصادي، لأنه يحرم الشخص الثاني من أنه يكون عنده مردود مادي. كمان عندنا الحرمان من الميراث، مثل ما عم نشهد أنه في كتير عيال عم يحرموا البنات من الميراث. نعم. ومثلا عندنا مثلا عم نشوف كمان ظاهرة كتير منتشرة عندنا بمجتمعنا، انه الزوج بياخد راتب زوجته ويحرمها منه. نعم، هاي بالنسبة ل4 أنواع من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سيد سيبان، شو هي مسببات العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العوامل المساهمة في ازدياد العنف؟ هلا بالنسبة لمسببات العنف رح أحكي بشكل تخصصي عن مجتمعنا. نعم. كون المستمعين هو من المجتمع يعني. فمسببات العنف عنا هن الفقر، البطالة، الحروب والنزاعات. حتى هل حظر التجوال المفروض هو سبب من أسباب العنف المنزلي، يعني هو اللي عم يعمل عنف منزلي. مثلا الرجل بيكون متعود مثلا يروح على شغله، ففترة معينة بينقطع عن الشغل، فعم يمارس العنف سواء كان على أولاده أو على مرته أو أي شكل من أشكال العنف. نعم. كمان عنا العادات والتقاليد، كمان هي بتكون سبب من أسباب العنف. يعني كيف العادات والتقاليد؟ مثلا في عادات سابقة، يعني انه والله الرجل بيمشي قدام مرته بتكون وراه، او كنا نسمع سابقا انه والله الرجل مثلا كان على الغداء بيتغدى والشيء اللي بيضل منه بياكلوا النسوان. نعم. فهدول كلهم عادات هو عنف، يعني هالعادات التقاليد هو عنف. كمان في شغلة هي عدم موازنة القوى بين الرجل والمرأة. شو يعني عدم موازنة القوى؟ يعني بنية الأنثى الضعيفة قدام بنية الرجل، يعني بنية الرجل بتكون أقوى دائما، فهاد بيخليه مثل نوع من السلطة، يعني أنه سلطة الرجل على المرأة. كمان ما فينا ننكر موضوع السلطة، حتى السلطة بتكون سبب من أسباب العنف. مثلا صاحب العمل بيمارس العنف على موظفينه، أو السلطة معينة بتمارس على شعوبها. كمان في الفهم الخاطئ للدين، كمان هو نعم. سبب من أسباب العنف، بالأخص مناطق اللي تعرضت لسيطرة داعش. ففي مفاهيم معينة خاطئة انزرعت لدى هالمجتمعات. نعم. سيد سيبان، شو هي الآثار المترتبة على العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ هلا الآثار الناتجة عن العنف ممكن تكون آثار بتطلع نتائجها فورا، ممكن تكون آثار على المدى الطويل. طبعا إذا بنجي للآثار، في كتير من العقد النفسية سببها اللي هو العنف، يعني مثل الانفصال، التوحد، الهروب من الواقع، الهروب من المنزل. ممكن بتؤدي لكتير من الحالات الانتحار، مثل ما هلا عم نشوف مجتمعاتنا كثرة حالات الانتحار. فسبب هالانتحار هو العنف.
حتى ممكن نلاقي ضمن المجتمع كثير من المشاكل الاجتماعية مثل الطلاق، حالات نعم. الطلاق، زواج القاصرات. القاصر مثلا في حالات معينة بتكون هالقاصر بدها تتزوج كرمال تهرب من العنف بالمنزل يعني. فهي هي الآثار اللي بتنتج عن العنف. نعم. آسيا نورا، كيف يؤثر العنف ضد النساء والفتيات سلبا على كل من المجتمع وكذلك على الرجال والفتيان؟ بالنسبة للتأثير على المجتمع والرجال والفتيان، نعم. هو بيأثر على أول شيء على الشخص نفسه، على الشخص اللي مرتكب العنف، وكمان بيأثر على الأسرة اللي عايش فيها هذا الشخص. بالنسبة للشخص نفسه، ممكن إنه يؤدي إلى عدم استقرار يعني من المكان اللي عايش هو فيه. كمان مثل ما شفنا إنه أكثر حالات الانتحار هي عند الرجال. نعم. وكمان بالنسبة للأسرة ممكن يؤدي إلى تفكك الأسرة، ويؤدي كمان يؤثر على استقرارها والنمو الاقتصادي للأسرة يلي عايش فيها الرجل أو الفتيان. كمان في عندنا العقاب بالسجن أو الاعتقال، كمان هذا بيأثر على حياة مرتكب العنف. وكمان كره الذات، يعني نشوف الأشخاص يلي عم يرتكبوا العنف عم يشعروا بالذنب وعم يكرهوا حالا بعد ما بيعملوا العنف. نعم. لكل مشكلة اجتماعية سنورة إلها آثار سلبية على الأطفال. بالنسبة للأطفال، شو هي آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي على حياة الأطفال؟ بالنسبة للعنف كيف بيأثر على الأطفال؟ نعم. طبعا هم الأطفال هم الأكثر شيء رح يتضرروا من هذا العنف اللي عم يصير داخل الأسرة، فرح يعملون اضطرابات عاطفية وسلوكية. وكمان رح يعملون مثل النوع مثل الانسحاب من المجتمع، يعني عم بيصير عندهم حالات مثل إنه توحد، ما بيصير يطلع نعم. وبيخاف من أي شيء. وكمان عندهم يصير مثل الكوابيس وعدائية ضد الأطفال الأخر. وكمان مثل ما عم نشوف يعني الحالات العنف اللي عم تصير بالأسرة عم تأثر على الطفل بشكل سلبي كتير. فأنا مثل خلال عملي لاحظت هذا الشيء. كمان لما كنت أشتغل معلمة، نعم. فكان أحد الأطفال اللي كان موجود عندي في الصف، فلاحظت عنده إنه سلوك عدائي كتير اتجاه الأطفال الآخرين. فعملت إحالة للمختصين النفسيين اللي كانوا موجودين. فلما راحوا سألوا استفسروا عن هذا الشيء، طلع إنه الطفل عايش بأسرة مفككة، والأب والأم كانوا يصير عندهم عنف داخل الأسرة، وتفككت الأسرة وصار عندهم طلاق. فالطفل تربى عند سته وصار عنده مثل حالة كره للذات لإله، كره للأطفال الآخرين، وصار عنده مثل السلوك عدواني ضد اتجاه أي شخص. نعم. قصدك إنه الطفل يحدث معه مشاكل نفسية وأمراض نفسية. برأيك يا ترى الطفل اللي تعرض للعنف منذ الصغر بيصير معه أنواع من العنف في الكبر كالتحرش، كعنف ضد النساء؟ أكيد هو راح يعني البيئة اللي تربى فيها كلها عنف، أكيد هو راح يطلع نفس الشيء، يعني راح يمارس العنف بالمستقبل على زوجته أو أطفاله أو أي شخص موجود بالمجتمع حواليه. نعم. سيد سيبان، شو هي الطرق التي من خلالها يمكن للرجال والفتيان أن يكونوا حلفاء للنساء والفتيات اللاتي يحيط العنف بهن؟ هلا بالنسبة لمشاركة الرجال والفتيان ممكن يشاركوا عن طريق حملات مناصرة أو عن طريق منظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل بهالمجال، يشاركوا نعم. بتدريبات، جلسات، ورشات. طبعا شو ممكن يأثر عليهم؟ بالنسبة لتأثيرهم ممكن يعني حتى الشخص اللي ما عم يمارس العنف
ممكن يلعب دور فعال، يعني يقدم نصائح لغيره إذا استفاد من هالبرامج من هالحملات. ممكن يفيد غيره سواء أقربائه أخوه أصدقائه عن طريق تقديم النصائح أنه هالفعل المعين هو عنف، يعني أنت عم تمارس عنف مثلا ضد طفلك أو ضد مرتك. فهو أمر ضروري كتير أنه بيشاركوا عن طريق هالحملات، سواء كانت تدريبات، جلسات، ورشات، شو ما كان. بالإضافة لا الأشخاص اللي عندهم مناصب أو اللي مستلمين سلطة معينة أو الأشخاص اللي عندهم شعبية معينة ممكن يبادروا بتقديم خطاب مناهض للعنف يعني. فهالخطاب أكيد رح يأثر بشكل مباشر على متابعي هالشخص، على محبين هالشخص، المجتمع اللي عم يتابع هالشخص المعين. فلهيك ضروري كتير مشاركة الرجال والفتيان، وحتى اللي مثلا في أشخاص معينين رح يقولوا أنا ما عم مارس العنف فماني مضطر يعني شارك، أو ليش لشارك بهيك حملة. ضروري يشارك هالشخص حتى إذا ما عم يمارس العنف ليكون عنصر إيجابي، يعني ليكون عنده خطاب إيجابي تجاه الموضوع. أنت عم تقول إنه لازم ضروري الرجال يشاركوا بهالحملات، فبرأيك لماذا تقع على الرجال مسؤولية المشاركة في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات؟ هلا بالنسبة للسؤال ليش بنجي بشكل أساسي إنه الرجال والفتيان ما فينا ننكر إنه هن المسبب الرئيسي المشارك بالعنف. نعم. تمام. أما حتى أشخاص معينين ممكن عم يمارسوا العنف بدون قصد، عم يمارسوه بدون قصد، فكرهم انه مثلا هي عادة طبيعية عادية ما عنف. ولكن بعد المتابعة بعد ما يحضر مثلا ورشة او جلسة او يشوف حالات نساء معنفات او اطفال معنفين، رح يشوف انه تصرفه كان عنف، وممكن بشكل غير مباشر خلال ايام يغير هالتصرف. فلهيك ضروري كتير يشاركوا الرجال والفتيان. نعم. بالاضافة لموضوع انه الشخص الحيادي، الشخص انه اللي انا ما بمارس العنف ولكني انا انسان حيادي يعني. فهالحيادية لازم الواحد يشتغل ليغير موضوع خطاب المتحيز للرجل، انه والله انا متحيز للرجل، او في اشخاص معينين ما عم يقدروا او ما عندهم الجرأة انه والله يعطوا خطاب مناهض للعنف او دعم لحقوق المرأة او دعم لحقوق الطفل، نتيجة انه والله ممكن هالشي يكون بالنسبة لي زل او ضر كرامتي. لا ابدا، يعني الموضوع هو خطاب دعم، خطاب ايجابي، انت عم تساهم بمجتمعك، عم تساهم باسرتك، ببيتك، عم تعطي امان لبيتك. وطبعا موضوع مناهضة العنف، موضوع انهاء العنف هو مانو موضوع منيح للمرأة او للطفل، يعني هو منيح لجميع الاطراف. نعم. كرجل متزوج مثلا اذا يرجع لبيته ويكون عم يعيش هو ومرته واولاده بامان، ما في اي مشاكل اجتماعية، ما في اي ضغوطات، رح يكون مرتاح يعني. اما اذا في مشاكل فبشكل طبيعي هو رح تتأثر نفسيته يعني. نعم. رح نحكي عن دورات حملات التوعية لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بوير FM في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص حول إشراك الرجال والفتيان في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. أنسة نورة، ما هو دور حملات التوعية في الحد من مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ بالنسبة لدور حملات التوعية، نعم. إنه هي ما راح تنهي المشكلة بشكل كامل، بس راح تأثر. مثلا إذا أنا مثلا عملت حملة أو ورشة التوعية داخل المكان اللي أنا موجودة فيه أو أشتغل فيه، استهدفت فيه مثلا 10 أشخاص من الرجال أو الفتيان،
وعملت لهم توعية عن العنف، ممكن إنه هذا الشخص يشوف قصص غيره أو من الموجودين ويتأثر فيه. مثل ما بتعرفي إنه نحن عندنا إنه الرجال بيتأثروا بالرجال الآخرين، نعم. فممكن الرجل اللي موجود عندنا في المكان أو اللي حضر الورشة عن العنف ممكن يحكي لجاره أو يحكي لصديقه إنه هذا الشيء غلط أو هذا الشيء ما بيصير. ومثل ما قال زميلي سيبان إنه في كثير ناس يرتكبوا العنف وهن عم يفكروا حالهم إنه ما عم يعملوا شيء غلط، إنه هذا الشيء من حقهم. وعندنا كمان مثل ما بتعرفي إنه القانون عندنا كمان ما بيحد من هذا الشيء، إنه مثلا إذا إجى حدا واتصل على حدا إنه متعرض لعنف، اتصل على جهة أمنية وقالوا إنه أنا مثلا تعرضت للعنف داخل الأسرة، عم يقولوا لهم إنه هذا شأن داخلي ونحن ما لنا علاقة فيه. فنحن واجبنا كمنظمات إنه نعمل حملات توعية لنعرف الناس إنه الفعل اللي عم يرتكبوه هذا هو عنف، إنه ما بيصير. ممكن ما رح يقضي على المشكلة بشكل نهائي، بس رح ممكن يحد من هذا الشيء. نعم. أو يعمل تأثير، وممكن إنه ينتقل هذا الشيء لأشخاص ثانيين ويعمل عندهم وعي ويعرفوا هذا الشيء. نعم، يعني قصدك ما في قانون يحمي الشخص المتعرض للعنف. تماما. فغياب القانون فنحن واجبنا كمجتمع مدني منظمات إنه نوعي ونعمل حملات توعية ورشات عن هذا الشيء لنحد من المشكلة اللي صايرة عندنا. نعم. آنسة نورا، ما هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن تقترحيها للنساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي؟ شو بتنصحيهن؟ نعم، عم تسمعيني يا آنسة نورا؟ بالنسبة للنساء اللي يتعرضوا للعنف الأسري، ممكن إنه يحاولوا مثلا إنه يروحوا يحكوا مع الشخص اللي عم يعنفهم وينصحوهم إنه هذا الشيء اللي عم تعمله أنت غلط وما بيصير. وكمان في عندنا مثل ما بيقولوا في عندنا قسم متخصص بالدعم النفسي، ممكن إنه آنسة نورا بس ممكن توضحي أول نقطة ذكرتي إنه المرأة التي تعرضت للعنف لازم تحكي للشخص اللي كان سبب للعنف، يا ترى رح يسمعها؟ اي تمام، ده اكيد رح يسمعها اكيد. ممكن هي تلاقي طريقة انه للشخص مشان يسمعها وتنصحه وتحكي له عنها انه هذا الشيء اللي عم يعمله غلط وما بيصير. نعم. وبالنسبة للنصيحة الثانية، ممكن انه في كثير منظمات بتقدم خدمة الدعم النفسي، ممكن انه هي تجي وتحكي لهم شو عم بيصير معها. نعم. سيد سيبان، ما هي دور منظمات المجتمع المدني في توعية الرجال والفتيان وإشراكهم لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ هلا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل بهالمجال، بتوقع كل المنظمات الموجودة بالمنطقة عم تشتغل على موضوع العنف، بالإضافة لفي منظمات خاصة لمناهضة العنف سواء كان ضد المرأة أو حماية الطفل. فأغلبية المنظمات بتشتغل بهالمجال أو على الأقل عندها مشاريع معينة أو جزء من مشاريعها هو عبارة عن مناهضة العنف. طبعا نحن مثلا كدوس شو اشتغلنا على موضوع العنف؟ اشتغلنا سابقا وحاليا عم نشتغل ورح نشتغل كمان على موضوع مناهضة العنف ضد المرأة. قدمنا تدريبات، ورشات تدريبية على كل مناطق روجافا، من ديرك لتربسبية لقامشلو للحسكة للرقة لكوباني. قدمنا ورشات تدريبية عن موضوع مناهضة العنف. كمان حاليا مثلا عم نشتغل عنا 16 يوم لمناهضة العنف، راح يكون عبارة عن حملات وجلسات توعية وجلسات تدريبية. طبعا ممكن يكون عنا تغيير بالخطة نتيجة حظر التجوال المفروض، ولكن الخطة مستمرة. خطتنا بموضوع مناهضة العنف وزيادة الوعي بتجاه الموضوع راح تستمر يعني. وطبعا من الطبيعي كمان يكون عنا مشاريع تانية عن هالموضوع، نقدم حملات تانية، نوزع بروشورات، نعلق إعلانات، نعلق بوسترات.
أو نحكي عن طريق محطات إذاعية مثل مؤسسة بويرليو. فهذا هو دور اللي فيه تقدمه المنظمات، بالإضافة لمثلا دوز خصصت خط ساخن لهالموضوع، أنه ممكن تساعد الناس اللي حابة تشكي تاخذ نصيحة. ففي اختصاصيين كمان على هالموضوع عنا. نعم، برأيك على عاتق من تقع هذه المشكلة؟ على الأسرة، المجتمع، أم المنظمات المدنية؟ هلا إذا بدنا نحكي على عاتق من، هلا بتبلش من الفرد نفسه، يعني بتبلش هالمشكلة من الشخص ذاته، بتتطور لموضوع الأسرة، بتتطور لهل الشخص بيأثر على طفله، هل طفل ممكن كمان يطلع إنسان معنف، وبالتالي للمجتمع. يعني ما فينا نحط سبب معين للعنف، أنه والله هل سبب كان هو سبب العنف. لا، في مجتمعات ما بتعاني من أي ظروف الحرب والصراعات والنزاعات، ورغم هيك عندها عنف. نعم. فموضوع العنف هو موضوع ذاتي، كل شخص ببلش من ذاته. موضوع الوعي ببلش من الإنسان نفسه، يعني هو لازم يكون مدرك أنه عم يمارس العنف، أنه في خطأ بتعامله، في لازم يتعامل بالشكل الصح، لازم يتعامل مع بنته، مع طفله، مع مرته بشكل صحيح، يعني بشكل سليم. نعم. طبعا أي شخص بهالموضوع كمان، حتى الإنسان اللي ما عم يمارس العنف، ممكن يكون عن طريق خطاب إيجابي مثل ما ذكرنا، يكون قدوة لمجتمعه، يكون قدوة على الأقل لجاره، لأخوه، لحارته بهالموضوع بالذات يعني. نعم. ماذا يجب على الرجال والفتيان القيام به للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ هلا موضوع القضاء على العنف الاجتماعي أكيد ما رح نقضي عليه بشكل تام، ولكن قدر الإمكان نوصل هالفكرة لأكبر قدر ممكن من الرجال والفتيان. نعم. والرجال والفتيان كمان يعني عن طريق منبركم بحب أقول أنه لازم يكونوا مبادرين، لازم يكونوا متفهمين، يعني ما ناخد الموضوع أنه والله عادي ما في شيء. أو في أشخاص معينين بيقولوا مثلا على موضوع المرأة أنه المرأة عم تشتغل، المرأة كذا، المرأة أخذ حقوقها. يعني لا، الموضوع متعلق ببيتك، بأسرتك، جوا بيتك، كيف تعاملك مع مرتك. أي إنسان بيروح على بيته من شغله بيقعد مثلا بينطر الغداء، هذا بذاته عنف يعني. نعم. مثلا هي كمان بتكون عم تشتغل وبترجع عم تعمل الغداء وتشتغل شغل البيت، فبالتالي هالرجل عم يمارس العنف على المرأة يعني. فكل رجل أو كل فتاة يجب أن يكون مشارك بحملات التوعية، أو على الأقل يلقي نظرة على هالموضوع، يكون عنده فكرة. مثل ما قلت لك، الإنسان اللي ما عم يمارس العنف، كون إيجابي على الأقل مثلا مع أصدقائك، مع جيرانك، مع أخوك. أكيد ضمن أي عائلة أو ضمن أي علاقة اجتماعية في شيء معين بتعرفه، أو حدا عم يحكي لك أسراره أنه في شيء غلط عنده، في مشكلة اجتماعية. هالمشكلة الاجتماعية أكيد لها أسباب، حالات مثل الطلاق يعني. فالطلاق أكيد له أسبابه. فممكن تكون أنت شخص إيجابي وتعطيه نصائح مثلا تخليه الشغلات اللي قريتها واستفدت منها تشاركها معه يستفيد هو. فكمان برجع لموضوع إشراك الرجال والفتيان، هو أمر ضروري أكثر من موضوع أنه تجي المرأة تعمل حملات أو نعمل حملات مناصرة. ضروري جدا إشراك الرجال وتشكيل خطاب. على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة بشكل كبير بمجتمعنا يعني. نعم. مثلا نجهز مثلا خطاب واحد لمناهضة العنف، مناهضة العنف ضد المرأة، ضد الطفل. نعمل خطاب واحد مثل هاشتاج أو أي شيء يعني. نعم. سيد سيبان، لو لك كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. هلا بالنهاية مثل ما قلت لك، أسباب العنف كثيرة، ما فينا نجمع كل المشاكل وأحكي عنها. رح أحكي بشكل مختصر يعني عن تجربة عم نشوفها بواقعنا حاليا. أي مشكلة بتصير يعني، حتى رح نترك موضوع المرأة يعني، حتى بين رجل ورجل مشاكل بتصير بتوصل للقتل والضرب، بيكون سببها مشكلة صغيرة. هالمشكلة بتنحل بنقاش بشكل سلمي يعني. ممكن كلمة حلوة تنهي هالمشكلة كلها بوقتها. ولكن هل ردود الفعل، التصرف الخاطئ نتيجة استفزاز أو أي شيء معين، بتنتهي بمشكلة اجتماعية. هالمشكلة الاجتماعية بتشكل بعدين خطر على حياة الشخص نفسه. ممكن مشكلة بيني وبين رجل معين بتصير بكرة مشكلة كبيرة ويصير ضرب وقتل. هاد صار خطر على حياتي، وحط خطر على حياة أولادي، أو خطر على حياة أهلي إخواتي. فلازم دائما نتأنى بأخذ القرار يعني. نفكر شوي، ناخذ القرار الصح، تكون دائما كلمتنا إيجابية، نخلي مجال للصلح.
دائما ما نحكي آخر كلمة موجودة عنا. نعم. هاي فكرتي حبيت وصلها عن طريق منبركم. وبالأخير أي كلام حلو، أي تصرف صح، هل شيء رح تخلي بيتك آمن، وهالبيت الآمن رح يكون طفلك عايش بأمان ومرتك عايشة بأمان، وبالتالي أنت كمان عايش بأمان. نعم، شكرا لك سيد سيبان على حضورك معنا اليوم، وشكرا لأنسي نورة. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول إشراك الرجال والفتيان في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي في الاستوديو سيبان الأحمد مساعد إداري في منظمة دوز، وعبر الهاتف نورة الحمود مديرة مشروع لمبادرات زواج القاصرات. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. البرنامج بسپانسریا مالا جنی لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسین و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنی و هیواسور آکرد بکن. مالا جنی قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضية 426 184. مالا جني لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضي 371 115. مالا جني لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هيواسور آكورد نخوشخاني قامشلو لكيلكا بنقدم. موبايل 09 حيشتيك 64 58 79. نخوشخاني آگركيلگي موبايل 09 35 98 51 22.